تيست 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 يا برو تيست تيست 3 2 1 اكشن. السلام عليكم. وعليكم السلام. معانا ناصر فؤاد للمرة الثانية، فيديوهين ورا بعض. سبيشال جيست. اهلا وسهلا. ومعانا طبعا نعيم. اهلا وسهلا. النهارده بقى بما ان انت امبارح كنت بتتكلم عن كلام عميق، بس للاسف ما خدش الصيت وما خدش المساحه الكافيه بسبب واحد اسمه اياد، فطردنا اياد النهارده وجبنا ناصر بس من غير اياد لاول مره. اشوف ناصر من غير اياد. مرحبا اياد. انت امبارح قلت حاجات مهمه قوي، فعايزين بقى ايه. عموما انا بقترح السوشيال ميديا بما انك فعلا انفلونسر، للمره الثانيه بنقولها حلو. انفلونسر بجد. فيمكن السوشيال ميديا ازاي تبقى امن على النت. ازاي تبقى امن على النت؟ وجودك على النت زي وجودك على ارض الواقع عادي، يعني ما تخالفش القوانين. يعني في قوانين في انستغرام وتيك توك وكده. اكيد في قوانين. اليوم ابوي تبند من السوق المفتوح بدون سبب، ما بعرف ليش. له يو ار باند. ايه تبقى قوانين اصلا تيك توك وانستغرام يعني؟ اي اشي معادي للسامية هذا طبعا رقم واحد. يعني اسرائيل تسبها باي طريقة يور باند دايركت. الفيديو باند كده ولا لا الفيديو لا، لسه ما سمعونا يعني، بس اذا سمعونا تاكل علامة صفرة في البداية على اليوتيوب، يعني بطل يجيك ربح. ما هو ما قليش ربح اصلا. بعدين ممكن تاكل سترايك، و3 سترايك بيقفلوا الحساب تبعك. يلا بينا احنا مش يلا ماشي. لا مش مشكلة، ما بنعتبر خالفنا. هو اصلا في حد بيتفرج على قنواتي دي؟ على يعني حد من اليوتيوب بيتفرج على فيديوهاتي دي؟ لا ذكاء اصطناعي غالبا. تعرف ان جيميناي بقى على اليوتيوب بشوف فيديوهاتي بتصير تعمل له بيعمل لي سمرايز اصلا اليوتيوب. الفيديو. صح انا بستعملها لما اشوف مثلا لما يكون في ناس عم يدرسوني شيء على اليوتيوب، او بيعطوا دروس، حتى مثلا لما دروس عن كتاب معين فبيقسم لي اياها وبحكي له، احسن بحكي معه كمان يعني. بقول له ايش كان عم بيحكي وهيك بيرد علي. هو اصلا بيلخص لك الفيديو من قبل ما تشوفه يعني. السوشيال ميديا عالم كبير هلا، صار يعني بزنس كامل. طب انا اعطيك ومصدر رزق لكثير من الناس. انا بعطيك سؤال حلو. هل لازم كل حدا يكون عنده وجود في السوشيال ميديا؟ بتحس في في طبيعة العمل الحالية للناس؟ مش لازم، بس صعب تنكر وجودك على السوشيال ميديا. يعني لازم يكون لك بصمة على السوشيال. حاليا كل إشي بيحتاج للسوشيال ميديا. يعني انت مثلا وين بدك تعرف الاخبار؟ وين مصدر الاخبار الرسمي حاليا غير الانستغرام والتويتر او الاكس حاليا؟ من الناس من وين تعرف؟ ماشي، مش مهم بقى الناس من غير بس انا لو مثلا عايز في يوم امسح كل السوشيال ميديا اللي عندي. حلو. تفتكر ايه اللي هيحصل مثلا؟ او لك انت كشخصيا يعني، ولا الاشياء اللي راح تتضررها؟ للبني ادم. لو في واحد هلا المكاسب الادفانتجز اكثر من الديسادفانتجز لحذفك للانستغرام والسوشيال ميديا. ما بأيد حذف المنصات التواصل الاجتماعي كلها من تلفونك، بأيد تقنينها انك تعرف تستخدمها صح. اذا بدك تحذفها كامله تحذفها لمده اسبوع مثلا، بسموه الدوبامين ديتوكس، لانه في دوبامين رش بيجيك من السوشيال ميديا، تدخل بتضيع. بس لا لو مثلا اقول ان انا هقعد شهر بواتساب بس. حلو ماشي، تقعد شهر كامل بواتساب راح تستفيد كتير نفسيا، بس راح يعني you're missing out a lot of things في الطريق. ما انا عشان ما انا لا ما انا يعني هبدل بقى الوقت بتاع السوشيال ميديا بان انا اقابل ناس وافهم واعرف منهم ايه اللي حصل. اعطيك انا عن تجربة شخصية عملتها، اظن كانت اكثر من شهر كمان، مو بس شهر. حلو. انا اشتريت تليفون نوكيا فليب فون قديم. طيب. وعلى اساس انه بس كولز. جميل. ولانه انا عندي يعني دوام وكلية، فانا بحتاج انه يكون عندي مثلا جروب دفعة، فنزلت الواتساب على الايباد. ماشي. وهو موجود على اللابتوب احيانا. فخلاص يعني انستغرام ما في شيء، يوتيوب حتى ما كنت استعمل، يعني كنت اغلب وقتي يعني دراسة كايباد بس، يعني بدون اونلاين. وصراحة يعني انا استفدت كتير يعني، وحسيت براحة كمان. والاشياء اللي ضاعت مني مثلا الاخبار السريعة، يعني الاخبار اللي صارت فيها مثلا في البلد هذه في هذا الاسبوع مثلا. تفتكر ليها لازمة؟ هي الاخبار السريعة. هي شوي. هلا مثلا انا مثلا كنت مثلا بسوق مرة وطلع انه الشارع تسكر، وانا بما انه الواتساب على الايباد مش دائما معي وما في نوتيفيكيشن، انا بفتحه عشان اشوف مثلا لو باعتين ملف ولا باعتين درس، مش انه موجود عشان يحكوا انه يلا تكنسل. واحيانا بتتكنسل الحصص وانا بروح. يعني انا في مرة رحت كنا رايحين على اللاب، طيب،
وانا بقول ليش ما في حدا، ليش ما اجوا؟ طلعوا مستأذنين من الدكتورة عشان يروح يصلوا ونبلش، وانا قاعد هناك بقول ليش الناس ما بتجي؟ وينهم هذول؟ روحت ولا ضليتك تستنى؟ لا، ما انا سألت يعني ضليت، بعدين قلت خلاص خليني اسأل. فسألت وطلع انه رايحين يصلوا، فرحت اصلي ورجعت. بالنسبة للاخبار الصغيرة اللي بتصير يعني في المكان اللي نحن فيه، احيانا الصراحة ممكن تنضر، يعني انت بتحتاج الاخبار السريعة هاي. اما اخبار العالم رح تجيك بالحالتين وما رح تفيدك كتير يعني. بالضبط، هي الاخبار السريعه. الاخبار الخارجيه، الاخبار السريعه هي الاهم شوي، المحليه. اسمها اخبار سريعه ولا؟ والله انا سميتها اخبار سريعه لانه هي على السريع كنت تجيك. تعرف اذا قانون جديد نزل، في سكروا الشارع من الشوارع، مكان افتتح، مكان سكر، فرضوا ضريبه على شيء معين، يكون عندك تكون عارف شو بصير. ايه رايكم مثلا تبقى عندك سوشيال ميديا بس للحاجات دي بس؟ ما بالضبط، هو هذا التقنين، انك تكون عارف كيف تستخدمها. يعني انا مثلا هلا لو بقدر احذف خيار الريلز من الانستغرام تبعي، احيانا انت بتكون متكش تفوت على السوشيال ميديا في طريقه، بس ثيرد بارتي اب وانا ما بحبها. ثيرد بارتي ازاي في تطبيق او في طريقه تانية انك تستخدم الانستغرام عن طريق الموقع نفسه. بس يعني الموقع فيه ريلز حلو، فيك تشوف الريل بس ما فيك تعمل سكرول عن طريق التلفون. بالماوس يعني ما فيك تعمل اذا كان شو اسمه الموقع انت فاتحه بموبايل سكرين، مش انت بتقدر تعمل ترانسفير او ريكوست. انا بفتحه باللابتوب احيانا وبشوف ريلز عادي بالديسكتوب عادي. بس انك على التلفون لما تفتح من سفاري التلفون انستغرام تقدر تشوف الريل اللي انبعت لك، وبتقدر تشوف اول ريل مثلا بيطلع لك لما تضغط على خانه الريلز، بس ما بتقدرش تعمل سكرول. والله العظيم فهيك انت بتصير متبع. اذا نعيم بعت لك بوست خبر اشي، فيك تحضر الريل بس ما فيك تنزل وما بتضيع وقتك عادي يعني. حلو، تكون متابع وبدون. طب انت اعمل حاجه كده في والله بفكر. تابعوا الفيديو بتاع، تابعوا قناته والشانل، سبسكرايب. هم اكيد اصلا كل اللي شايفين ده عارفينك، وعلى كل المفروض يحصل عكس. حمد يعمل لي منشن في البايو. اعمل لك قناتي على اليوتيوب. عندي قناه يوتيوب عنده 100,000 سبسكرايبر. كل حال لما يكون عندك الانستغرام من الويب سايت، الفن انك تقعد سكرولينج مش موجود، لانه بيكون اصعب. فانت لما يكون عندك الابلكيشن هو سهل جدا انك بس تعمل سكرول سكرول سكرول، لما يكون على الويب سايت كمان لسه اصعب يعني. على فكره انك اصلا تروح سفاري وتكتب انستغرام مش عارف ايه ده مجهود اكتر، غير ما الاب موجود تضغط عليه تلاقي ريلز على طول. فدي من الطرق ان انت تقلل السوشيال ميديا. يا جدعان حاولوا تقللوا السوشيال ميديا مضره. قننوا هي دي. ايش معنى التقنين؟ تقنين يعني الاستخدام باعتدال، يعني التقليل بدون ما تقلل لدرجه انه انت تنضر من الموضوع. تقنن يعني يكون عندك كنترول. ايوه، بس اقرب للقله اعتقد يعني، بس ما بعرف معناه باللغه العربيه. امتى تعرف ان انت اوت اوف كنترول، ان انت مش قادر تتحكم من نفسك من السوشيال ميديا؟ راح تقدر تعرف مبدئيا، راح تقدر تعرف بتلاحظ. لا في ناس اللي هو هي خلاص دخلت في ادمان السوشيال ميديا بس مش حاسه بالادمان ده. انا اقول لك، لما ترجع من الدوام تقعد على السوشيال ميديا وفجأة تشوف انه صار الساعة 10 بالليل وانت لسه بنفس السرير بنفس الكرسي بنفس الجلسة والتايم خلص. شغلة تانية، اذا اول ما تصحى من النوم تمسك السوشيال ميديا على طول اعرف انك مدمن. لا بس ده كله كده ولا انا بس؟ لا مش كل الناس، في ناس انا بس يعني اول ما يصحوا برتبوا سريرهم بيغسلوا وجههم بعدين عادي بيمسك السوشيال ميديا، حط لحاله نص ساعه او 20 دقيقه. انا اول ما افتح عيني بمسك اشوف مين بعت لي رساله، برد على الرسائل وبعدين ماشي ممكن بعد بس ما بتفتح الريلز. لا ريلز اصلا صعب قوي، ان انا لسه بعماصي وبتاع اقعد اتفرج على ريلز بس يعني برد على الرسائل او حد اتصل بتاع ما بتصلش بيه اكيد، بس ايه بشوف مين اللي اتصل او بعت رساله وايه وبعديها ايه يعني نوتيفيكيشن سنتر وبعديها بتطلع. ما انا ما عنديش نوتيفيكيشن بقى، ما دي المشكله. انا قافل النوتيفيكيشنز، فبدخل على كل اب اشوف ايه اللي بيحصل بسرعه وبعديها ايه ابدا حياتي يعني. بعمل شغله هلا انا اعملها مثلا، شايف النوتيفيكيشنز اللي بتجيك من فوق او اون تايم شايلهم، مخلي النوتيفيكيشنز تطلع بس لما اعمل سوايب اشوف التاب تبع النوتيفيكيشنز ويكونوا موجودين كلهم، بس انها تعمل لي صوت وتجيني هي اقفلها. يعني ما بيجي الاشعار ولا بيطلع له الصوت، بس لما يسحب الشاشه يروح على النوتيفيكيشن سنتر بيطلع له الاشعارات كلها. تقدر تختار من اعدادات الايفون. هاي حلوه. انا عموما بقالي تقريبا اكتر من سنه قافل نوتيفيكيشنز عشان حاطط منتاليتي النفس ان هو ايه، انا مش هجري ورا حد، انا لما ابقى فاضي هرد على النوتيفيكيشنز دي، يعني انا مش هجري وراهم، يا رب تبقى واضحه يعني.
هي بشغله ايجابيه بصراحه يعني، هو عشان ما يكون دايما مستني التليفون بايده. ايش رايكم ادنى عمر ممكن حد يفتح فيه حساب سوشيال ميديا وانستغرام؟ ادنى عمر؟ اقل عمر غير القانون تبع الانستغرام. هلا قانون انستغرام 13 سنه. انت ايش عندكم مروان؟ تفتكر 13 اصلا ده عمر كويس انك يبقى عندك انستجرام بيج؟ هلا لو انت انستغرام كنت account؟ شخص فعليا حاط عمر الطفل الحقيقي في انستغرام، في حسابات حتى ما بتظهر له، ما بتطلع. حتى لو انا بعت لك اياه الفيديو او الحساب ما بيطلع لك اصلا، بيطلع لك مثلا بوست ان افيلبل اذا حاط عمره صح. اما اللي بيجي بحط لي عمر ابن 1999، مسؤوليتك انت حط ابنك بهالعمر. ده حاجه زي يوتيوب كيدز كده مثلا، بس مش زي يوتيوب. مش نفس الليميتيشنز. يوتيوب كيدز ما بتقدرش تشوف اي فيديو غير فيديو كيدز حرفيا. بس الانستغرام مثلا اذا عمرك 13 14 وحاط عمرك الحقيقي، يطلع لك الاكسبلور كامل وبيتفلتر. مثلا انا هلا ضايف حساب اخبار مثلا للدوله اللي انا فيها، يطلع لي كل الاخبار. خبر فيه مثلا دم او اشي، على طول ما بيطلع لي انا، بيطلع للناس الثانيين. فيه دم كتير، حتى اللي عمره فوق 18 بيطلع لهم خيار اللي هو اضغط عشان دير بالك. أيوة NSFW. تفتكر فعلا لما تعمل انستجرام اكاونت تحط الاي دي بتاعك؟ دي يعني خاصيه لازم يعملوها، اللي هو فيريفيكيشن يعني. هلا معه ضد في نفس الوقت. انا عن نفسي مثلا كصانع محتوى حاطها لحمايتي انا وحمايه حسابي. بس الفيريفيكيشن دي انت ده بتشتريه وخلاص بيطلع لك، لكن ما لازم تصور مثلا بطاقتك ويتاكدوا من العمر وكده. لازم انا اذا بدي اوثق اللي هي حسابي الزرقاء دي لازم تصور هويتي ورخصه السواقه مثلا. أوكي. او اي ما يثبت شخصيتي انا كناصر، ولازم يكون اسمي مطابق لاسمي اللي في البطاقه، ولازم تكون صورتي واضحه على الحساب. هذا بيحميني. مثلا لو تهكر حسابي ولا إشي بقدر استرجعه لانه انا ناصر. لا بس انا عايز مثلا يبقى الاوبشن ده موجود لانك تفتح اصلا اكونت، بس يتاكدوا من العمر. عملوها بعض التطبيقات من ضمنهم ديسكورد. اوكي. وين المخاوف لما تهكر ديسكورد؟ هلا بلشوا عملوها بيتا في بعض الدول. اللي هو انه انت اذا بدك تخش على اي روم او اي سيرفر لازم تكون عامل ايج فيريفيكيشن. شو صار؟ تهكر الديسكورد، سربوا كل بطاقات الناس، قالوا لك بدنا نلغي الفكره. فانت برضو بتلعب على وتر حساس. انه انت هلا بتصير عندك كانستغرام بيصير عندهم مسؤوليه اكثر على بطاقاتك او على معلوماتك، غير لما يكون عندهم بس مسؤوليه على ايميلك ورقمك انه ده ظهروا في معلومات مفروض ما تظهر. فاذا كل واحد بده هيك ما حد حيستخدم منصتهم. برضه انت تنساش انهم ما بيهمهم الناس تستخدم منصتهم، ما بيقدروا يعقدوها لهالدرجه. لازم يكون سهله، ولازم تكون برضه فيها مستوى من الصعوبه. لو هتغير حاجه في السوشيال ميديا تغير ايه؟ اغير الناس اللي بالسوشيال ميديا، مش السوشيال ميديا نفسها. السوشيال ميديا حاليا في افضل، يعني ما اتوقع انه ممكن تكون بطريقه افضل من هيك. والله انا شايفها بافضل مع انه مش المكان المثالي يعني. هو مش المكان المثالي. ما هو ليش؟ لانه الناس هم مصممين التطبيقات على اساس انه انت تضيع وقت اكثر، على اساس هم يربحوا، وانت بالاخر ما بتدفع لهم على اساس انه تستخدم تطبيقهم. يعني هم هي مربحه للطرفين. هم بيحاولوا يخلوك تستخدم السوشيال ميديا اكثر، وانت بتحاول انك تستفيد من السوشيال ميديا. طب لو هناخدها في حته الحريه الرأي زياده عن اللزوم دي، انت مع ضد انه كله اي حد ينشر رأيه كده في السوشيال ميديا؟ تويتر صح؟ هلا كيف يعني؟ تويتر عادي تكون تحكي اي رأي بدك اياه. اي رأي بدك اياه غير انستغرام لا. انت مع ده؟ لا بجد؟ انستغرام ما فيك تسب شو اسمه مثلا. بس لو قلت رأي اي حد، يعني لو قلت مثلا معلومة حتى لو غلط ما حدش هيراجع ورايا. لا فيها مراجعة في انستغرام. فاكت تشيكر موجود بالانستغرام. ايش هو الفاكت تشيك بالانستغرام؟ موجود فاكت تشيك. بجد؟ ايام كورونا كان يطلع اخبار غلط ومكتوب تحت عليها على طول انه ديس فاكت تشيك ويعطيك السورس. دايما اشياء طبيه كمان موجوده. بس بيطلع اشاعات برضه في انستغرام. ماشي، بس في فاكت تشيك هو موجود برضو. بس ما كان يطلع على اشياء معينه لانهم هم بدهم ماشي، هم منهج عن طريقهم. في سياسه تانية بيستخدموها أسوأ، اللي هو يعودوك على الشغله. كيف؟ لما تضلها الشغله تطلع لك بتصير عاديه بالنسبه لك، بدل ما هي في البدايه كانت انه اوف. زي مثلا حرب على غزه. اول 6 شهور، اول اسبوعين يا سيدي من الضرب اللي صار، كيف كانت الناس هايجه قايمه قاعده تشوف الصور تستغرب كيف هيك قاعد بيصير. بعد 6 شهور الله يعينهم ويقويهم، لازم نساعدهم ونقاطع. بعد سنة
الله يعينهم، شو بدنا نعملهم، ما في اشي بايدنا. السنة اللي بعديها صار يطلع لك البوستات، يا اخي حرام اللي بصيرها. السنة الثالثة بيطلع لك البوست عمل سكيب. بس هم كانوا بيقللوها. مش بيقللوها، هم عملوا سياسة تانية. انت بتفكر انه احنا من قوتنا، هاي بدي اكون صريح فيها، بتفكر احنا من قوتنا كنا ننزل الاخبار وكانت تضرب في كل مكان. هم كانوا يخلونا ننزل الاخبار تضرب في كل مكان عشان تتعودوا. كانوا يضلهم يطلعوا لك كل الاخبار عشان تصير عادية، وعشان تتوه بين الخبر الحقيقي والخبر الكذبي. بس وكان برضو بيعملوا حركة انه ايه، لو انها تنزل ستوري الريتش يقل عشان ما توصلش كل الناس. بالضبط. هم ازاي بيعملوا كده وبيعملوا كده، حاجتين عكس بعض. ما بعرف الطريقة اللي قاعدين بيستخدموها، بس في شغلة اسمها التعويد، بيضلهم يعودوك على الشغلة لحد ما تصير بالنسبة لك عادية. مثلا من ناحية تانية بيركزوا الأخبار على نقطة عشان يعملوا شغلة من نقطة تانية. يعني يحطوا سبوت لايت في مكان بعدين. مثلا حاليا في فيروس انتشر، او ترى هو موش، هو قديم، فيروس قديم. هو قديم بس بيقولك اتطور. ما تطور ولا شيء. ماشي، هذا الفيروس هلأ اللي انتشر شو نساكم؟ حرب إيران. نسانا الحرب. وحرب إيران شو نستكم؟ حرب غزة. فايلات إبستين. فايلات إبستين شو نستكم؟ غزة. مثلا شو باي كل إشي بنسيك شغلة. لا، فايلات إبستين نستكم اختطاف مادورو. مين مادورو؟ رئيس فنزويلا. صحيح. سلسلة كل خبر انت بتاكل اخبار ورا بعض بطريقة ما بتستوعبها. برضو من التخدير الاعلامي اللي بيعملوه، مثلا لما صار موضوع في غزة مثلا، كانوا يضربوا ويعملوا لك انه احنا بيمحوروا القصة على شغلة بتصير هي كأنها الركيزة الاساسية. قصف مستشفى المعمداني. ايوه اللي في غزة كان صح. كل الخبريات كانت قبل بأسبوع تنزل إنه إحنا رح نقصف الناس لا رح يقصفوا. شو صار فينا؟ إذا انقصف خسرنا. هيك بتتمنهج أنت في مخك، يعني فأنت بتصير مركز إنه إحنا بدنا نحاول ندافع عن المستشفى، مع إن المستشفى من بين مستشفيات كتير انقصفوا عادي. أنا طبعا هلا ما أحط وجهة نظري، طبعا إحنا ضد الموضوع اللي بيصير، بس أنا بحكي لك بشكل عام بشكل واضح. فلما ضلهم يحكوا لك عن قصف المستشفى، ايش صار فينا؟ كل تركيزنا على المستشفى، نسينا كل شيء تاني حواليها بصير. ولما يقصف المستشفى بتصير انه خلص قصف المستشفى، اي شيء تاني بصير لا يقارن بقصف المستشفى. قصف المستشفى اصغر منه، بس مش قد مستشفى المعمداني اللي قصفوه. طب لسه قصفين مستشفى، شو بتحكي مستشفى؟ طيب تهجير الناس اللي في الضفة، هجروا عائلات كتير بالضفة، ليش نسمعش خبرها؟ لانه في خبر تاني اعلى منها. طب من متى اصلا التهجير كان اشي عادي؟ احنا مزال نحكي عن التهجير، بس لانه في خبر رائج اكتر منه. طب تفتكر نحل ان احنا نعمل سوشيال ميديا لينا احنا كشرق اوسط؟ صعب وما فيها فايدة. ليه؟ وهتقلل اولا، هتضرهم، وانت بقى اللي هتضرهم من اي ناحية؟ لما الشرق الاوسط كله يبقى ما عندوش انستجرام والكلام ده، يبقى احنا عندنا الاب بتاعنا والسوشيال ميديا بتاعتنا، تتكلم فيه اكيد هيتضروا. مش عايز اقول لك يمكن ربع، اكتر تلت كمان المستخدمين هيتشالوا. فانت ماشي، بس مش بهالسهولة مش بهالسهولة. ماشي، بس على الاقل نعمل المشروع ده ونبني فيه. كتير حاولوا، في تطبيقات حاولت تنزل ما قدروا. فترة الحرب عشان الاستمرارية. ما انت اقعد كمل، اقعد طور. ماشي، انا هلا اعمل تطبيق، هل ممكن احكي لك نزل هالتطبيق واحذف التطبيق اللي عندك؟ مش اكيد مش من يوم وليلة، اكيد مش من يوم وليلة، بس اقعد بقى ايه 3-4 سنين اعمل كده. تطبيق ثريد من انستغرام حلو، مسوي حاله تويتر حلو، نجح. حدا بيستعمل ثريدز؟ لا بس انه هو لسه مستمر، بس ما حدا مستمر بس مش شغال بنفس القوة. كيف شغال؟ عن طريقة اعلاناتهم جوا الانستغرام نفسه، بصير يعطيك الخبر ولازم تضغط عليه عشان تقرأه، لازم تكون نزل التطبيق. طب زمان ميوزيكلي وتيك توك، ما هو ميوزيكلي ما كان برضو ماشي، بس تيك توك اجى بشيء عصري جديد، الريلز الشورتس كده. اشتغل على نفسك يعني، خلينا احنا نعمل الاب بتاعنا ونفكر في حاجة، يعني احنا اللي نبقى في السوق، احنا اللي بندي اخبارنا للناس، بدل ما الغرب هم اللي بيدونا اخبارنا احنا هم اللي بيتحكموا بينا. ما لا صعب، ما انت هم اصلا هم لوحدهم بيعملوا لنا برين ووش، غسيل دماغي. انا مع انه احنا لازم نعمل اشي خاص لنا ونبعد عن انه هيمنتهم علينا، بس ما فيك تعملها، صعب، اشي غير لا يعقل. كده هي صعبة، ما حدش قال انها سهلة. اصعب شغلة ممكن تعملها بالعالم انك تنقل شخص من شغلة لشغلة تانية، من تطبيق لتطبيق ثاني. هل فيك تعمل يوتيوب ثاني؟ هل فيك تعمل يوتيوب ثاني؟ في ناس سووها. انا هلا عملت يوتيوب عربي،
واقنعت كل العرب. الصين عندهم يوتيوب. هلا الصين لا بس من زمان لانهم اصلا مليار. بالضبط، ما انت ابدا وفي دلوقتي قوانين. عشان تبقى من زمان. طيب ابدأ ماشي من دلوقتي وكمل كمل ماشي. حتى هلا لما فتحنا بتكسبش. منصة. ماشي انت كشخص، انا هلا كناصر، انت هلا كعمر بتنزل فيديوهات، ماشي. حتروح تنزلها على منصتنا الجديدة ولا حتنزلها على اليوتيوب؟ انا دلوقتي ما بستفدش من اليوتيوب حاجه، انت ما فعادي. بتستفيد. انا مثلا كصانع محتوى ماشي. برايك اروح انزل على المنصه الجديده ولا انزل على اليوتيوب؟ راح تلاقيني نزلت على التنتين. نزل على الاثنين فعلا. حلو. بعدين لما الدنيا تبقى قريبه، مش هقول لك زيها، حتى لما الدنيا تبقى قريبه بدل بقى خلاص. ليش ما راح تبقى قريبه؟ انا كشخص جاي ابحث على مشكله تقنيه، هروح ابحث على التطبيق تبعنا ولا على تطبيق اليوتيوب؟ في الاول يوتيوب، وبعدها اديله 5 سنين هتلاقي ان هو بيروح لبتاعنا. طب لازم تعمل حوافز من جوجل. ما انت بقى مش من جوجل بقى، انت عامل لك كل حاجه لوحدك، خلي يبقى عندك انت كل حاجه، يعني زي براوزر جديد وانجن جديد، كل حاجه ليك. سيرش انجن جديد وفيديو شو اسمه اليوتيوب، يوتيوب يعني فيديو بلاتفورم. فيديو بلاتفورم مم. جديد، والنيوز ميديا. بلاتفورم جديد. كل حاجه كل حاجه كل حاجه، وحتى التليفونات تتصنع عندنا كمان. صدقني احنا هنمسك العالم كده، مستحيل. هنسيطر على العالم. مستحيل. ما هو مش من يوم وليله يا ناصر، مش من يوم مستحيل. وليله. اديله 10 سنين حتى، يا مستحيل. عم 20 سنه. 20 سنه مستحيل. اكتر. مستحيل. ليه؟ هو اليوتيوب بقى له قد ايه اصلا؟ اليوتيوب ما كملش 20 سنه. ها؟ اليوتيوب من 2000 وكم؟ 4 21 سنه. ماشي مستحيل. طب ماشي، اديله 20 سنه هتكسب. 20 سنه مستحيل تكسب. أنا في بدك ستاندرد جيل هلا. كامل يتغير. هلا في طب حلو ستاندرد. ماشي، ابدا بقى من الجيل اللي طالع ده وابني عليه بقى للجيل اللي بعده واللي بعده. ابني. يلا بينا. اللي ابدأ. يشوف يلا يا اخوانا، اللي يشوف الفيديو تعالوا نبني سوا. بس انت عمال تقول صعب ومستحيل، ليه طيب؟ صعب جدا جدا. ايوه ليه؟ انت اقنعني ليش سهل. مش سهل، انا ما قلتش سهل، بس قلت محتاج وقت وصبر فظيع، يعني صبر جامد قوي. في كثير اشياء، في كثير مشاكل. احنا على بسكوت بمحل بتقاتلوا على السعر مش عارف شو. ما عندنا العقليه هاي. جيل جديد كامل لازم ينبنى من الصفر، لازم يتعلم الاساسات من الصفر، لازم ندرس كل شيء من الصفر. صعب اجي اغير كل شيء انبنى. هم منهجونا على هذه النقطه. تايتل الفيديو: منصات تواصل اجتماعي عربيه. هل ممكن نعمل سوشيال ميديا عربيه؟ ما اعتقد. انا شايف انها محتاجه صبر ومحتاجه مجهود. انا ما بقولش انها سهله، بالعكس هي صعبه جدا جدا جدا، بس مش مستحيله. ولو فعلا اتعملت احنا هنبقى في حته تانية خالص. هويا كده خلصنا. لا قول هو يا بقى لو عايز. هويا هيا برو. هو يا سلام عليكم.